ايفون 12 في 2024. هنشوف في الفيديو ده هل ايفون 12 بعد 4 سنين من نزوله يستحق الشراء ولا لا. هنجرب عليه شوية حاجات، هل مثلا اداؤه في الالعاب كويس، وهنشوف اداء الكاميرا بتاعته، وهنعمل مقارنة خفيفة مع ايفون 15 الجديد. مبدئيا كده تصميم الموبايل تحفة، وبالذات اللون الأحمر اللي موجود ده، بالرغم إن الموبايل نازل من 4 سنين بس لغة التصميم بتاعته هي نفس لغة التصميم اللي موجودة في ايفون 15 اللي نازل في 2024. بس هنا في حاجة ممكن ما تعجبش الناس، وهي إن الموبايل جاي بنوتش، اللي هي النوتش الكبيرة بتاعت شركة ابل بتاعت زمان دي. يعني الموضوع في الأول وفي الآخر أذواق، أنت ممكن تتقبل النوتش دي وفي غيرك ممكن ما يتقبلهاش، بس انا عن نفسي ما عنديش مشكله، يعني انا ممكن استخدم موبايل فيه النوتش دي عادي. شاشه ايفون 12 اوليد، شاشه الوانها تحفه، الوانها حلوه جدا، هتستمتع وانت بتتفرج على فيديوهات على الشاشه دي. بس للاسف شاشه بريفريش ريت 60 هرتز، ودي تقريبا نفس المشكله اللي موجوده في ايفون 15 الجديد. انا مش فاهم ازاي اصلا في موبايلات بتنزل في 2024 بشاشه 60 هرتز، واحنا هنا مش بنتكلم عن اي موبايلات، احنا بنتكلم عن موبايلات سعرها غالي جدا. معالج الموبايل وهو ال A12 بايونيك، المعالج ده كان قوي في 2020 وما زال قوي في 2024، والكلام ده هيبان معاك وانت بتستخدم الموبايل في التصفح والاستخدام اليومي. الموبايل يعني تحس ان هو لسه نازل السنه دي، وبصراحه يعني تجربه الالعاب على الموبايل ده تحفه. ايفون 12 جايب كاميرتين، وبعيدا عن لغه الارقام الموبايل ده بيطلع صور حلوه، صور يعتمد عليها لو انت هتنشرها على انستجرام. الوان الصور حلوه، البورتريت بصراحه يعني مش احسن حاجه. بطاريه ايفون 12 2815 ملي امبير مع شاحن سريع 20 واط. البطاريه كارقام مفيش اسوأ منها، يعني ايه بطاريه 2800 ملي امبير؟ بس لو انت شحنت الموبايل ده من 0 ل 100 هيقعد معاك سكرين اون تايم 17 ساعة. سعر الموبايل ده في مصر لو انت هتشتريه جديد هيكون 25000 جنيه. صراحة يعني الموبايل ده جامد جدا وينفع تشتريه في 2024. مشكلتي بس معاه هي الشاشة ال 60 هرتز.